تمضي السنون وتنقضي الأيام، والناس تلهو والأنام نيام، والناس تسعى للحياة بغفلة لم يذكروا القرآن والإسلام، والمال أصبح جمعه كتهجد، وتمتع الشهوات صار قيام. قد زين الشيطان كل رذيلة، والناس تفعل ما تريد حرام. يا نفس يكفي فالذنوب كثيرة، إن الغرور يسبب الإجرام. هل تعلم اليوم المحدد وقته؟ الله يعلم وحده العلام. ماذا تقول إذا حملت جنازة ودفنت بالقبر الشديد ظلام؟ هذا السؤال فهل علمت جوابه؟ ماذا تجيب إذا نطقت كلام؟ ماذا نصيرك إن روحك غرغرت؟ جاء المفرط كي يقول ختام. اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي، وغدا تموت وترفع الأقلام. يروى أن عيسى ابن مريم عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: لا أحصيهم، كثير. قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت، بل كلهم قتلت. فقال عيسى عليه السلام: بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ اعلم رعاك الله واسمعي بارك الله فيك، لا يقطع الطريق إلا بالصبر والتسلية، كما قيل: فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. حكي عن بشر الحافي أنه سار ومعه رجل، سار في طريق طويل، فعطش صاحبه فقال له: نشرب من هذه البئر. فقال بشر: اصبر إلى البئر الأخرى. فلما وصل إليها قال له: اصبر إلى البئر الأخرى. فما زال يعلله ويصبره، ثم قال: هكذا تنقطع الدنيا، بالصبر والتصبير. فدرب النفس على هذا الأصل وتلطف بها وعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت. آية ومعنى. قال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال السعدي رحمه الله: وأعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به الاعتماد على ربه والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور، فذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه، فقال: وتوكل على العزيز الرحيم. والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع ثقته بالله وحسن ظنه بحصول مطلوبه، فإنه عزيز رحيم بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده وأمته، وكل ذلك برحمته. ثم نبهه عند فعل الأوامر وترك النواهي باستحضار قرب الله والنزول في منزل الإحسان، فقال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة، يراك وقت قيامك وتقلبك راكعا ساجدا. خصها بالذكر، يعني الصلاة خصها بالذكر لفضلها وشرفها، ولا بد من استحضار القلب حين فعلها، لأنه من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل وأكملها، وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره. ثم قال: إنه هو السميع العليم. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم يراك ويعلم سرك ونجواك، في الصحراء يراك، في الجو أو في السماء يراك، إن كنت وحيدا يراك، إن كنت في جمع يراك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم.
وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله. ومن راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. قال أحدهم: والله إني لا أستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه. قال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. وقال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلن لله جل في علاه. من علم أن الله يراه حيث كان، وأن الله مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلوته، أوجب له ذلك العلم واليقين ترك المعاصي والذنوب. كان بعض السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته جل في علاه. ولا إله إلا الله. تدبر في قوله جل في علاه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أين أثر هذه الآيات في حياتنا؟ بل أين أثر قوله جل في علاه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب.